أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أردت من خلال هذه الإطلالة وفي هذه العجالة القصيرة أن أعلم نفسي وإخواني دعاء لقضاء الدين. فهذا الدعاء أيها الإخوة تقول عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل علي أبو بكر، يعني أبوها رضي الله عنه وأرضاه، فقال لها: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء علميني إياه. فقلت: وما هو؟ قال: كان عيسى بن مريم يعلم أصحابه، قال: لو كان على أحدكم جبل من ذهبا دين فدعا الله بذلك لقضى الله عنه دينه، وهو اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فكنت أدعو بهذا الدعاء فأتاني الله سبحانه وتعالى بفائدة فقضى عني ديني. فينبغي للمؤمن أن يداوم على هذا الدعاء، وهو اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. فسيدنا أبو بكر جرب هذا الدعاء الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فحفظه ودعا به فقضى الله به دينه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي عنا الدين في الدنيا وفي الآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد كثير إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.